السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكة باردة بفواكه موسمية، كتجي رائعة وكتجي بنينة. الكيكة كتجي رطبة، وهاد الكريمات راه كيجيو لذاذ ومنعشين، وخاصة في هاد الصيف. غادي نحتاجو فيها ان شاء الله لجوج بيضات، واحد شوية ديال الملحة، واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نزيد انا واحد ربع كاس ديال السكر سنيده. هاد العبار هو راه كيكون فيه نص كاس. انا غير نقصت الحلاوه على ود الكريمات اللي غادي نديرو حتى هما غيكونوا حلوين، والفواكه اللي غنديرو فيها. صافي غادي نطرب مزيان هاد المكونات. راه يمكن نديرو الخليط في الخلاط كهربائي ولا نطربو غير بالطراب يدوي. من بعد ما طربت البيض مزيان مع السكر حتى كيجينا القوام ديالو بهذا الشكل هذا، غادي نزيد دابا نص كاس ديال الزيت. الزيت كنزيدوها غير شويه بشويه وكنطربو. من بعد ما زدنا الزيت غادي نزيد نص كاس ديال الحليب. غادي نزيد دابا الدقيق، غادي ندير كاس الاول وغادي نخلط. باقي غادي نزيد الدقيق، عندي هنا نص كاس يعني كاس ونص ديال الدقيق. غادي نزيد جوج خمارات وقشور الليمون وقشور الحامض. صافي الخليط ديالنا هو راه وجد. غادي نزيد واحد المعلقه ديال عصير الحامض، الا ما كاينش عصير الحامض ديروا الخل. صافي غنخلط مزيان. هذا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك. المول عندي هنا راه دهنته بالزبده وشيتو بالدقيق. انا درت هذا المول اللي كيتحل هنايا في الجناب، الا ما عندكمش راه غيديروا غير المول ديال الزاج باش في نفس الوقت تقدموها فيه. صافي وغادي ندخلها للفران. الفران عندي راه سخون. غادي نشعل ليها غير من التحت حتى كيطيب لينا الكيك من التحت. صافي وكنشعلوا ليه من الفوق يتحمر شويه. صافي وغادي نخرجوا وغادي نكمل معكم الطريقه. دابا غادي نوجد معكم الكريمه باش غادي نزين هاد الكيكه. غادي نديروا فيها 3 ديال الكيسان الحليب، غادي نزيد 2 معالق ديال السكر ما يكونوش عامرين. انا نقصت هنايا السكر، ممكن ديروا 3 المعالق يكونوا عامرين. وغادي نزيد 3 المعالق ديال بودره كريم باتيسير، 3 المعالق يكونوا عامرين، واحد الساشي ديال الفاني، قريصه ديال الملحه. صافي غادي نخلط مزيان هاد كريم باتيسير حتى كتذوب ليا في هاد الحليب، وغادي نديها فوق البوطه حتى كتعقد. الكريمه هي راه بدات كتعقد. غادي نخليها مزال غير واحد شويه وغادي نطفي عليها. من بعد ما حيدت الكريمه من فوق البوطه غادي نزيد عليها دابا معلقه ديال الزبده، وغادي نزيد واحد 4 القطع ديال الشوكولاط ابيض. انا هذه كنضيفها وكتعطي واحد القوام زوين لهاد الكريمه. غادي نخلطهم مزيان حتى كتذوب لينا هاد الشوكولاط وهاد الزبده في الكريمه مزيان. الكيكه هي من بعد ما طابت راه خرجتها من الفران. الكيكه راه كتجي رطبه كتجي هشيشه. غادي ناخذ دابا هاد الكريمه اللي وجدنا غادي نخويها عليها. من بعد ما خويت عليها هذيك الكريمه غادي نزينها دابا بالفواكه اللي متوفرين عندي. انا غادي ندير هاد التشكيله ديال الفواكه. نتوما غديروا داكشي اللي متوفر عندكم، كل واحد غيدير داكشي اللي كيبغي. المهم دائما التزيين حسب الذوق. دابا غادي نوجد معكم الكريمه باش غادي نزينها من الفوق، اللي هي الكريمه ديال الليمون. عندي 3 الكيسان ديال العصير ديال الليمون. غادي نصفيه مزيان حيت كيكون فيه هاد العظيمات صغار ديال الليمون. ما غاديش نزيد معاه السكر. نتوما اللي كيبغي الحلاوه يزيد معاه واحد 2 معالق ديال السكر. غادي ندير دابا 3 معالق كبار ديال بودره كريم باتيسير يكونوا عامرين، وغادي نسم هاد الليمون بالفاني. صافي غادي نخلط مزيان هاد بودره الكريم حتى كتذوب ليا في هاد العصير. صافي ونديها فوق البوطه حتى كيعقد ليا الخليط. الكريمه هي راه بدات كتعقد. صافي الكريمه هي وجدت. غادي نزيد عليها دابا 4 القطع ديال الشوكولات كما درت مع الكريمه الاولى. داكشي علاش ما زدت انا السكر في هذا الليمون، حيت الليمون هو اصلا كيكون حلو، وملي كنزيدو الشوكولاط راه كيزيد فيه حلاوه. صافي غادي نخلطها مزيان حتى كيذوب فيها هاد الشوكولاط، وغادي نخويها ان شاء الله على الكيكه. صافي غادي نخليها دابا حتى تبرد شويه، ومن بعد ندخلها للثلاجه نخليها تبرد مزيان، وغادي نقدمها ان شاء الله. وغتشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي في الاخير. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي وجدت معكم. كيكه الطبقات المنعشه بالفواكه، كتجي رائعه وكتجي بنينه.
غادي نقطع معكم تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هذا هو الشكل ديالها كي كتجي رطبه. وهاد الكريمات راه كيجيو لذاذ ومنعشين، وخاصه في هذا الصيف. هادو هما الكيكات اللي كيكون عليهم الاقبال. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.